خليني احكي لك على قصه. مره كان عندي طالب مدير في شركه كبيره في السعوديه، وكان شاطر جدا في شغله، بس كان عنده مشكله مسببه له ازمه، وهو ان الانجليزي بتاعه كان انجليزي المدرسه اللي هو العادي البسيط، مش البيزنس انجلش اللي بيستخدم جوه الشركات. المهم الشركه حصل فيها تغيير، الاداره الجديده بقت كلها اجانب ومحدش فيهم بيتكلم عربي، وفجاه لقى نفسه محرج ومش عارف يتواصل معاهم. في الاجتماعات كان دايما ساكت، ولما تحصل مشكله كان بيطلب منهم ان هم يبعتوا له ايميل بدل ما يواجههم فيس تو فيس. كان دايما خايف يغلط، خايف شكله يبقى وحش، بس التجنب عمره ما كان حل. لغايه ما حصل مشكله كبيره، المدير التنفيذي قعد معاه وقال له ان احنا بنواجه مشكله كبيره جدا معاك في التواصل، وقدامك 6 شهور فقط عشان تحل المشكله دي. هنا تاكد ان الانجليزي هيخليه يفقد شغله. وخد بالك انت ممكن ما تحسش بالموضوع قوي، بس صدقني اي حد مغترب هيبقى فاهم كلامي وحاسس بالشخص ده جدا. في اللحظه دي الشخص ده قرر يتحرك وبدا يطور البيزنس انجلش بتاعه. اشتغلنا على الخطه انا وهو لمده 6 شهور، اتعلم اهم الجمل والمهارات اللي محتاجها في الاجتماعات، في البرزنتيشن، في التفاوض، في كتابه الايميلات وغيرها من المواضيع كتير. وكمان اتعلم ازاي يكتب ايميلات من خلال تشات جي بي تي. وكل يوم كان بيتمرن، كان بيسجل وبيحفظ وبيسمع وبيطبق. وبعد 6 شهور بقى يتكلم في الاجتماعات بكل ثقه، وبقى بيعمل برزنتيشن قدام الاداره الاجنبيه بدون اي خوف. طبعا انت فاكر انه حافظ على وظيفته؟ لا، ده حافظ على وظيفته وكمان اتفقى، وتاكد تماما ان ربنا سبحانه وتعالى ما بيضيعش تعب حد. المسار التدريبي اللي اتبعناه مع المدير ده جمعت لك محتوى كله في مجموعه بيزنس انجلش. وخد بالك البرنامج التدريبي ده مش مجرد كتاب ومعاه شويه كتيبات، ده مسار تدريبي تدريجي بيوصلك خطوه بخطوه لاحتراف البيزنس انجلش اللي انت محتاجه في شغلك. هتلاقي فيه نفس المنهج اللي مشي عليه المدير خطوه بخطوه. الكتاب الرئيسي متقسم ل7 فصول رئيسيه بيغطوا اكتر من 200 موضوع فرعي، وفي اكتر من 4000 جمله شائعه في بيئه العمل: الانترفيوز، الايميلز، الميتينجز، التفاوض، والتواصل جوه بيئه العمل، وكمان اونلاين، والبرزنتيشن. وكمان هتحصل على 7 كتيبات هديه مجانيه، كتيب خطه ال90 يوم واللي هيساعدك تعرف ازاي تذاكر المسار التدريبي بالكامل، كتاب الانجليزيه للسفر هتلاقي فيه كل المواقف اللي هتحصل لك بره بلدك، كتاب ازاي تفكر بالانجليزي واللي هيساعدك تتكلم بطلاقه بدون ما تترجم في دماغك، كتيب ايميلات بزنس بلا تعقيد واللي هتلاقي فيه اكتر من 30 برومبتس احترافي جاهزين للذكاء الاصطناعي، يعني بتكة زرار هتلاقي عندك عشرات الايميلات الاحترافيه. المسار التدريبي بالكامل مسجل بصوت نيتيف سبيكر عشان تطور النطق عندك وكمان تطبق تقنيه الشادوينج. خد بالك المسار التدريبي ده مش بيشرح لك انجليزي، ده بيجهزك فعليا لكل موقف ممكن تقابله في بيئه العمل. وزي ما المدير ده اخد فرصته، جه دورك انت كمان. اطلب نسختك دلوقتي من البرنامج المتكامل وخد اول خطوه ناحيه الترقيه اللي انت مستنيها.